السلام عليكم. نتائج مباريات أمس: كأس الكونفدرالية، سوار 0، الزمالك 4. الدوري الأسباني: برشلونة 1، اتلتيكو مدريد 0. الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي 3، توتنهام 3. ليفربول 4، فولهام 3. كأس الكونفدرالية: الهلال السوداني 1، مودرن فيوتشر 2. الدوري الإنجليزي: تشيلسي 3، برايتون 2. كأس الكونفدرالية: أبو سليم 1، سجرادة 0. الدوري الفرنسي: لوهوفر 0، باريس سان جيرمان 2. الدوري الإنجليزي: بورموس 2، أستون فيلا 2. وست هام 1، كريستال بالاس 1. كأس الكونفدرالية: سوبر سبورت 0، 2 اتحاد الجزائر. هنشوف لقطات من مباراة الزمالك وسوار أمس. أقدم 2 لاعبين في التشكيلة، ودي هدف أول يأتي على الطريق لأن الكلام ده مش صح. على طول مرة ثانية الاستلام. مباريات اليوم: الدوري المصري: سموحة وفاركو النهاردة الساعة 7. الدوري الإيطالي: تورينو أتلانتا الساعة 10 إلا ربع. الدوري الأسباني: سيلتا فيجو وقادش الساعة 10. الدوري التركي: فنربخشة سيفاسبور الساعة 7. الدوري البرتغالي: سبورتنج لشبونة جيل فيسنتي الساعة 7 وربع. الدوري العراقي: القاسم ونفط ميسان الساعة 6. دهوك وطلبة الساعة 6. أربيل ونفط الوسط الساعة 6. زاخو ونوروز الساعة 6. عايز اتكلم عن فوز الزمالك امس على فريق سوار 4-0 خارج ارضه. فوز مهم للزمالك. بكده الزمالك معاه 6 نقاط من مباراتين واول مجموعته. مبروك للزمالك. اداء بصراحة الزمالك الفترة الاخيرة بيعمل اداء، بيقدم اداء كويس قوي في الدوري او في الكونفدرالية. ماشي بخطوة ثابتة وبيعمل مباريات كويسة، واللعيبة بتبقى قد المسؤولية في المباريات المهمة في كل المباريات. عايز اتكلم كمان عن فوز ليفربول امس على فريق فولهام ب4 أهداف مقابل 3. فوز مهم لليفربول. كده ليفربول ممكن يبقى كده ليفربول المركز الثاني معاه 31 نقطة، فرق نقطتين عن أرسنال المركز الأول اللي معاه 33 نقطة. فوز كان مهم لليفربول أمس، نتيجة كبيرة على برا أرضه على فريق فولهام. فريق فولهام من الأندية المؤخرة في الدوري الإنجليزي، كانت مباراة صعبة أكيد على فريق ليفربول امبارح، ولكن قدروا إنهم يكسبوا ويفرحوا جمهورهم. خسر أمس فريق مانشستر سيتي على أرضه قصاد جمهوره قدام فريق توتنهام، يكسب نقطة خارج أرضه. خامس معاه 27 نقطة.